تخيل كده يا صديقي سفينة وسط المحيط كاملة المعدات والأكل موجود والمية موجودة والسفينة سليمة بس الطاقم كله مختفي. في سنة 1872 كانت سفينة تجارية اسمها ماري سيليس بتبحر في المحيط الأطلسي بين أوروبا وأمريكا. السفينة كان عليها القبطان واسمه بالجميل ومعاه زوجته وبنته الصغيرة وطاقم البحارة. لأيام من الإبحار سفينة تانية اسمها دي جراتيا لقيت ماري سيليستا عايمة لوحدها وسط البحر. طلعوا عليها يتفقدوها وهنا حصلت الصدمة، لا في خراب ولا في دم ولا في علامات قتال. الأكل موجود وملابس البحارة موجودة، البوصلة والملاحة السليمة، حتى القارب اللي الوحيد للأسف مختفي. السفينة كانت ماشية طبيعي بس البشر اختفوا بلا أثر. بدأت النظريات منها القراصنة، موجات ضخمة، حاجات خارقة للطبيعة، ولا الطاقم هرب فجأة بلا سبب. بس مفيش أي دليل قاطع لحد النهاردة، والقصة فضلت واحدة من أغرب ألغاز البحر عبر التاريخ. مين اللي أخدهم وليه سابوا كل حاجة وراهم؟ السؤال لسه مفتوح.